ايه وناخد ايه معانا واحنا رايحين الجامعه. بصي هي حاجه مش معقده خالص وحاجات مش كتير خالص بجد. يعني بالنسبه لللبس بلاش لبس ضيق خالص في الجامعه يا جماعه، بجد بيبقى شكله مش لطيف خالص. وبلاش لبس ضيق في العموم، هو في العموم بيبقى شكله مش لطيف. تاني حاجه وهي بلاش ميك اب خالص. يعني ميك اب الجامعه وتوتوريالز بقى لا يا جماعه بلاش ميك اب في الجامعه، بيبقى شكله وحش وساعات بيبقى اوفر، وكل واحد حر في شكله. بس هو فعلا الجو بيبقى حر وبيسيح ومش هيريح، مش هيريحك، بلس ان هو حرام كمان. بالنسبه لك ابسط حاجه حطي صن بلوك، وخلي الصن بلوك معاكي في الشنطه علشان تجدديه كل شويه وخلاص. هتلاقيه والله يحافظ على بشرتك وهتبقي زي الفل، مش تحتاجي اي حاجه. بدل ما تشتري ميك اب وتعبي نفسك على مصاريفه اشتري سكين كير تحفه. بالنسبه للشنطه انت في الغالب على حسب كليتك برضو، بس في الغالب مش هتحتاجي شنطه صغيره ابدا، دايما هتحتاجي شنطه كبيره. الصغيره مش عمليه قوي، فانت هاتي شنطه كبيره حطي فيها بقى النوت بوك بتاعتك وصغيره وقلم والصن بلوك بتاعك وميه وبس كده. وكمان بجد في نصيحه مهمه قوي يا جماعه، الاكل في الجامعه مش بيبقى احلى حاجه يعني معظم الوقت، ولو احلى حاجه بعد فتره تحسوا ان انتوا بجد صحتكم تعبت منه، بطنكم بتوجعكم، مش دايما بيشبع، ومصاريف كتير على الفاضي، بجد مصاريف كتير على الفاضي. مفيش احلى من اكل البيت. هاتي معاكي اللانش بوكس، ما تتكسفوش يا جماعه من اللانش بوكس، هاتي اكلك فيه من البيت وما تتكسفيش ابدا تعملي كده. يعني انا شخصيا بعمل كده، واجيب اكلي والله بقعد قدام كله وافتحها واكل زي الفل. لو حبيت اجيب اكل ماشي ممكن اجيب من الجامعه، بس مش كل يوم. هاتي معاكي اكلك يشبعك واكل صحي وجميل وما فيهوش اي مشكله. ولو حد قال لكم حاجه وضايقكم بالكلام، وده مش هيحصل، بس لو حصل فهم اللي غلط مش انتوا. مش كون ان هم بيعملوا غلط ده فاحنا لازم نمشي وراه خالص. فبلاش تخلي الناس تاثر عليكم في الحته دي خالص، ومشوا ورايا. اخر حاجه حابه اقولها وهي انكم تبعدوا تماما عن شلال الولاد على بنات. هي بجد يا جماعه يعني حرام، دي اول حاجه. يعني هفضل من السنه الجايه ده غلط، بلاش بجد. حاولوا تحافظوا على دينكم كمان في الجامعه. الجامعه برضو مهما كان مجتمع تاني منفتح اكتر بكتير من الدروس ومن المدرسه، وفيها حاجات وفتن اكتر بكتير من حياه الثانوي. فحاولوا تحافظوا على دينكم على قد ما تقدروا. كمان شلال الولاد على البنات دي كلها حوارات ومشاكل، بجد بلاش يا جماعه. بس كده استنوا بارت 3 هنتكلم على حاجات بس الجامعه برضو.